السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 8 رمضان، كل سنة وانتم طيبين. اخويا الاهلاوي اللي بعت لي بيقول لي انت، يعني هو كتب في كومنت بيقول لي انت ليه ما اتكلمتش على الكورة اللي هي ضربة جزاء بتاعت زين. حبيبي انا مش محتاج اشرح لك قانون كرة القدم، يعني المفروض انك انت يعني تبقى عارفه. الكرة جاية من راس اللاعب، هو بيتكلم على الكرة اللي جت في ايد المدافع بتاع الزمالك. الكرة جاية من فوق وجاية من راس اللاعب، واكتر من لاعب طلعوا في الكرة. فانا عشان اقول لك ان الكرة لو جاية من راس اللاعب او جاية من رجله وما كانش فيه مساحة ان هو يحرك ايده ومفيش حركة اضافية، يبقى انا لسه هشرح لك قانون كرة القدم. فالكرة دي ما فيهاش ضربة جزاء ولا فيها اي حاجة، عشان ما تتعبش نفسك، واديني اتكلمت لك عليها. بالنسبة للموضوع التاني، الناس اللي شغالة ايه، شيكو بانزا شيكو بانزا شيكو بانزا شيكو بانزا، الواد ده هيجننا. الواد ده عامل حالة كده غريبة في النادي. الواد ده يعني احنا ما شفناش الكواليتي بتاع اللعيبة، يمكن هو ثقافته كده، بس احنا ما شفناش، احنا ما تعودناش على ثقافة اللعيبة عندنا انها تبقى بالمنظر ده. احنا ما تعودناش كده، العيل اللي بينزل البوكسه ومش عارف ايه. احنا مش كده، ماشي مفيش مشاكل. بس شيكو بنزا عمل حاجه لطيفه. يعني الجماعه الاهلاويه ماسكينها من امبارح ويقول لك راح ساب الملعب وراح يطرطر. حصل. الواد ده غريب. الواد ده اللي حصل ايه في التغييره، فجه وقف جنب الحكم المساعد، فالحكم المساعد هوبا هينزله عشان ينزل الملعب، فالواد ساب الملعب ومشي وبعد كده رجع تاني. الواد ده غريب قوي قوي قوي. انا ما اعرفش يعني سر تمسك معتمد جمال او سر تمسك نادي الزمالك بالواد ده ليه. انا لو اتكلمنا عن الواد ده، انا الواد ده ما بحبوش. احمد ربيع. احمد ربيع، ناس قالت لي يا كابتن احمد ربيع امبارح كان مية مية وتغييرات معتمد جمال، وانت اتكلمت على معتمد جمال قلت مثلا معتمد جمال في تغييرات. لا، كابتن معتمد كان في حاجات تتعمل احسن من كده. يعني مثلا ليه كان ما يخليش عبد الله السعيد، مع ان عبد الله السعيد عامل لك مثلا كام كوره بيوزع هدايا كان في الملعب في ماتش زد. احنا محتاجين في ماتش بيراميدز ان نبقى على الاقل خالص ماسكين نص الملعب، الاطراف بتاعتنا بتشتغل كويس. محتاجين ناصر منسي محظوظ. ناصر منسي راجل بيعرف، يعني ايه، بيعرف يجيب هدف، هي ماشيه معاه بركه اهو. حتى لو ما جابش بيساهم في صناعه الاهداف. اخوان بيزيرا برضو ما كانش يتغير. الناس اللي زعلت وقالت لي يا عم انت بتهاجم النادي، انت بتهاجم النادي، انت بتهاجم النادي. يا حبيبي انا مش بهاجم النادي، انا بوريك وجهة نظر من وجهة نظري. انا بقول لك ان انا ما كنتش شايف ان اخوان بيزيرا يطلع. اخوان بيزيرا كان عامل ماتش كويس، وان في تغييرات عندي معتمد جمال ما كانتش عجباني، ما كانتش هي الاحسن حاجة. ممكن في توقيتاتها، ممكن في التغييرات نفسها. تقول لي ما احمد ربيع جاب هدف، ما هي المشكلة مش في مين جاب هدف. ما انا لو اي لاعب واقف مكان احمد ربيع كان هيجيبها. احنا بنتكلم كالمجموع، المجموعه كلها. احنا كمجموعه، لو الزمالك لو على اسامي بالحاله اللي فيها الزمالك دي، انا اقول لك الزمالك كده بالصلاه على النبي ممكن يلعب درجه رابعه. لكن لو على شخصيه الزمالك والجرينتا اللي عودنا بيها الزمالك، ان هو فريق كبير وبيلعب باسم الزمالك، باسم الجماهير دي، بدعوات الجماهير دي كلها، اللي هو زيه وزي حضرتك كده، هي دي الناس اللي بتعمل الحالة اللي احنا شايفينها دي. جماهير الاهلي امبارح برضو كانت منزلة بوست غريب بيقول لك الحكام، يعني حاطيننا احنا ان احنا فوق، ويقول لك الحكام. العيال دي يالا بطل تتفرج على علاء صادق، اعمل معروف نظف عقليتك، عشان احنا مش كل يوم هنقعد نديك درس في العقلية. ما هي كرة القدم مش بالعافية، احنا بنفوز بالحكام. طب يا حبيبي احنا قبل كده قلنا عليك بليلة، فانت عملت الهتاف وطلعت الهتاف عشان تقولوا علينا. فبعض الجماهير اللي ماهياش فاهمة حاجة فقالت بليلة، واحنا اساسا اللي مطلعين عليك الهتاف ده. فانت لما تيجي دلوقتي برضو عايز تقول علينا احنا التحكيم، كلنا عارفين في مصر مين اللي فوز بالتحكيم. لو متابعني اعمل لايك للحلقة، ولو مش متابعني دوس لايك واشتراك، وان شاء الله بإذن الله الجاي احسن. والسلام عليكم.